السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، وحشتوني جدا. في تصريح طلع قاله الناقد الرياضي خالد طلعت، وكنت حابب ان انا اتكلم فيه شوية، لان الكلام بتاعه تقريبا فيه كتير، او جمهور الزمالك عجبه التصريح بتاعه، ومن ناحية تانية انتقدوه جماهير الاهلي. فقبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش تجهز المشروب بتاعك عشان تركز معايا في الكلام اللي انا هتكلم فيه، ومن ناحية تانية ما تنساش قبل ما ابتدي الفيديو تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ودلوقتي اقدر اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. بقالنا فترة بنسمع عن الناقد الرياضي خالد طلعت، اللي طلع بيتكلم فيه عن أرقام أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، عن أرقامه بيقارن بيها لعيبة تقريبا ما ينفعش إن هي تتقارن بلاعب مصري أصلا، زي ميسي، كريستيانو، هالاند، مبابي. كل الأسامي اللي هي المفروض اللي احنا بنسمعها أو إن احنا بنتفرج عليها في التلفزيون وبنبقى مستمتعين بالكورة، هو قارن أحمد سيد زيزو بلعيبه زي دول، زي هالاند، ميسي، كريستيانو رونالدو، امبابي. فطبعا كل كلمه كان بيقولها كانت بتعجب البعض من الجماهير المصريه اللي هم جماهير نادي الزمالك، وكان محل انتقاد من جماهير مصريه اللي هي جماهير النادي الاهلي، اللي هو ما ينفعش انك انت تقارن بلاعب مصري بلعيبه عالميه زي هالاند وميسي، كريستيانو، امبابي. فطبعا هو خد بالنصيحة وبدأ ان هو نزل بتصريح تاني، الا وهو واللي طلع بتصريح بيقول فيه بلاش نقارن زيزو بهالاند ورونالدو وميسي علشان الاهلاويه بيزعلوا، والدوري المصري مختلف عن دوريات اوروبا. تعالوا نقارنه بلعيب الدوري المصري ولاعيب الاهلي. احمد سيد زيزو لوحده يتفوق على اجمالي ارقام جميع لاعبي الاجنحه في الاهلي في عام 2022، سواء على المستوى التهديفي او صناعه الاهداف في تلت عدد الماتشات. وفعلا احمد سيد زيزو عامل طفره في الدوري المصري، انا معاك. احمد السيد زيزو عامل طفره كبيره جدا جوه الدوري المصري، بس انا عايز اتكلم في حاجه واحده بس. احمد السيد زيزو عمل ايه في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات او الموسم اللي قبله؟ صفر. صفر حرفيا. والكلام اللي انا بقوله مش بقوله عشان خاطر ان انا واحد من جمهور الاهلي فبنتقد من الكلام اللي بيتقال على احمد سيد زيزو، اقسم بالله ابدا. احمد سيد زيزو فعلا مستقبل منتخب مصر في الفتره الجايه. احمد سيد زيزو اللي بيشبهك فعلا ان هو لاعب اوروبي في دوري مصري. يعني ممكن اقارن احمد سيد زيزو بلعيبه اوروبيه لو هو فعلا محترف في الدوري الاوروبي، بس ما ينفعش ان انا اقارنه بلعيبه الدوريات الاوروبيه وهو لاعب في الدوري المصري. صح ولا انا غلطان؟ فحضرتك يا كابتن خالد لما تقارن احمد سيد زيزو فانت فعلا بتظلم اللاعب، لانك انت بتتكلم لاعب مصري على لعيبه زي ميسي، رونالدو، هالاند. انت بتتكلم على اسامي المفروض ان هي عامله ارقام صعب على اي حد يعملها. عامله، انت بتتكلم على لعيبه مقفله اللعبه. اقسم بالله انت بتتكلم على لعيبه فعلا مقفله اللعبه. يعني عندك واحد زي ميسي، واحد زي ميسي ده يعني لا يوجد مقارنه مع اي لاعب على مستوى العالم كله. على فكره استاذ خالد طلعت الناقد الرياضي من النوعيه اللي هي ذكيه جدا، ذكيه جدا. بيعرف ازاي يعمل ترند، عرف ازاي يسحب الجمهور للتصريحات بتاعته بلاعب واحد اللي هو احمد السيد زيزو. لا، وما قارنوش بالدوريات او بالدوري المصري، لا ده قارنه بميسي، كريستيانو، هالاند، امبابي. ففعلا شابوه لواحد زي ده، عرف يجذب الجمهور ليه، عرف يخلي الناس كلها تتكلم، سواء كانوا معجبين زي جمهور الزمالك او منتقدين زي جمهور الاهلي. وهم اكتر جمهورين موجودين في مصر كلها هو جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. بس الانتقاد من جمهور الاهلي انك انت ما ينفعش تقارن لاعب مصري بلعيبه زي دي خالص خالص. عايز تقارن احمد سيد زيزو، قارنه دلوقتي بالدوري المصري، وفعلا انت بتقارنه بالدوري غير المصري، وقارنه بدوري ابطال افريقيا او بلعيبه دوري ابطال افريقيا. وطبعا كلنا عارفين، وانا اسف طبعا لجمهور الزمالك،
كلنا عارفين ان الزمالك الموسم اللي فات والموسم اللي قبله في دوري ابطال افريقيا طالع من دور المجموعات حصاله. على فكره انا ما بقللش من نادي الزمالك خالص والله، بل بالعكس انا كنت متضايق جدا ان الزمالك يخرج من دور المجموعات الموسم اللي فات والموسم اللي قبله. ليه؟ علشان واجهة مصر سواء كان اهلي او زمالك لازم تكون محتليه دوري ابطال افريقيا، زي الوداد المغربي ونهضة بركان والرجاء المغربي. فانت بتتكلم في ان الكرة المغربية دلوقتي هي اللي مسيطرة في افريقيا. فطبعا الناقد الرياضي خالد طلعت لما يطلع يقارن احمد سيد زيزو يطلع يقارنه بلعيبه شبهنا او لعيبه موجوده معانا، سواء كان دوري مصري سواء كان في دوري ابطال افريقيا سواء انا معاك في دي، بس ما ينفعش ان احنا نقارنه. انت فتحت على السابع، يعني خالد طلعت فتح على السابع، مش الرابع ولا الخامس ولا السادس، لا ده فتح على السابع، اللي هو يعني ايه، خلى الناس تسمع له غصب عنهم. دي حقيقة، دي حقيقة وانا اشهد له بدي. ف معلش انا طولت عليكم في الكلام، بس هو كان وجهة نظري ان انا كنت حابب اوضح معلومة زي دي. انا معاك ان احمد سيد زيزو فعلا متفوق على لاعبي النادي الاهلي في الدوري المصري كمان، مش باقي الانديه، لا ده انا بقول لك على النادي الاهلي كمان، بس في افريقيا صفر. يعني انت عندك اصغر لاعب في النادي الاهلي محقق 2 افريقيا و2 سوبر افريقي، ده غير 2 برونزيه كاس عالم، ده غير ان احنا داخلين كاس عالم اللي هو الشهر الجاي، اللي هو 1/2 الجاي 2023، واللي هو اول مباراه تقريبا هنلاعب فيها اوكلاند سيتي. ومن ناحيه تانية في كلام بيتقال ان اوكلاند دي سيتي مش هتلعب يعني مش هتلعب في كاس عالم انديه عشان خاطر ان في حظر سفر في بلده. فمعلش طولت عليكم في الفيديو، بس كنت حابب ان انا اقول وجهة نظري في الموضوع بتاع الناقد الرياضي خالد طلعت. طبعا وصلنا لنهاية الفيديو، لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تقول لي ايه رأيك في الكلام اللي انا لسه قايله دلوقتي. ومن ناحية تانية لو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، ويا ريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك. ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك يا ريت ما تنساش تعمل فولو او متابعة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، ويا ريت انك انت ما تنساش تعمل شير علشان خاطر الفيديو بتاعي يوصل لاكبر عدد من الجماهير المصرية. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.